السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفه ان انا بقالي كتير ما نزلتش اي حاجه، بس بجد انا يعني ايه كنت مشغوله، كنت في وقت الدراسه وكده، بس انا دلوقتي في الاجازه. بس عشان انا داخله الثانويه العامه فكنت بحجز الدروس بتاعها، فما كانش عندي وقت ان انا اعمل فيديو. بس بما ان انا في اجازه قلت بقى لازم اعمل لكم فيديو. بصوا النهارده هنتكلم عن الكروشيه، ازاي نتعلم الكروشيه. بصوا، اولا عشان تعرفوا ان الكروشيه دي هوايه، حاجه ممتعه احنا بنتعلمها عشان نتطور من قدراتنا. لو احنا عايزين نشيل الملل، مش عايزين نحس بالزهق، احنا عايزين نتعلم حاجه. فانا جايه اقول لكم ازاي تتعلموا الكروشيه. بس قبل ما اقول لكم ازاي تتعلموا الكروشيه، تعالى احكي لكم عن نفسي ازاي انا اتعلمت الكروشيه. بس اولا اصلا قبل ما اتعلم الكروشيه كنت يعني ايه كان نفسي ان انا اتعلم الخياطه اصلا. يعني ما كنتش عايزه اتعلم الكروشيه اصلا، ما كنتش عارفه الكروشيه كده، فانا كان نفسي ان انا اتعلم الخياطه. ففتحت اليوتيوب وبحثت، لقيت بعض الفيديوهات عن الكروشيه. فقلت أشوف كده لو في حاجة كده ممكن تعجبني ولا حاجة. فاخترت أي فيديو، مش فاكرة أول فيديو كان ايه، بس هو كان فيديو عن الكروشيه. فاخترت فيديو وشفت الفيديو، حسيت ان انا لازم اتعلم الكروشيه. يعني انا لازم اتعلم الكروشيه. فطبعا انا قلت لماما تجيب لي الخيط والابره، وبدات اتعلم واحده واحده. بس هو اولا في البدايه بتبقى صعبه. انا البدايه كانت عندي صعبه. انا فاكره ان انا عملت خاتم بالكروشيه، يعني حتى استنوا اوريها لكم. بس هو انا عملت ده وده وده. فيعني البداية بصوا يعني هتحسوا ان شكلهم مش حلو خالص. فانا معرفش انا عملت ايه بصراحة يعني، بس يعني البداية ما مش حلوة. فده طبيعي ان البداية بتبقى صعبة، بتحسوا ان انتم لا يعني مش على قد كده. ففي البداية بتبقى عادي جدا صعبة. فدي كانت البداية ده كان الشكل الكويس اللي انا عملتها من الاول، من اول خالص يعني. ايه ده؟ بس انا ما قررتش ان انا اوقف عن كده، لا انا قررت ان انا اكمل واتعلم اكتر. لقيت نفسي ان انا اتطورت اكتر، عملت حاجات كتيرة قوي في الكروشيه وشكلهم حرفيا تحفة. ففي البداية عندي كانت وحشة، وبعد كده بقت احسن. فانتوا لو عايزين تتعلموا كروشيه، طبيعي جدا في البداية بتبقى صعبة وبتبقى شكل وحش أو يعني معوج شوية وكده، بس ده طبيعي. لكن مع مرور الوقت هتحسوا إن انتوا اتطورتوا أكتر واتعلمتوا أكتر، يعني عملتوا حاجات كتيرة حلوة وهتحسوا بفرق، يعني هتحسوا إن في تطور. فتعالوا أوريكم شوية حاجات أنا عملتها بالكروشيه الفترة الأخيرة. بصوا وردة التوليب، يعني شكلها بجد تحفة. بس طبعا انا بعشق الوردة دي قوي، يعني انا بحب وردة التوليب قوي، فعشان كده انا عملتها ميدالية. ودي طبعا معاها بصوا تحفة. وكمان انا عملت بلوزة، يعني حتى بصوا الشكل تحفة. فيعني في تطور يعني بقيت احسن بكتير من الاول، فده طبيعي. طيب، هل الكروشيه بتستغرق وقت طويل قوي عشان نتعلمها؟ الإجابة لأ، يعني حقيقي لأ. أولا في البداية بتبقى صعبة زي ما احنا قلنا، بس يعني شهرين تلاتة هتحسوا بفرق، هتحسوا ان لأ كده أحسن بكتير من اللي قبل. فاهمين قصدي؟ يعني أنا عن نفسي قعدت مثلا شهرين تلاتة أعتقد، عملت حاجات كده بسيطة برضه بالكروشيه، فكان في فرق واضح جدا، فكان في تطور أحسن بكتير من قبل. انتوا مش هتقعدوا أكتر من سنة عشان تتعلموا الكروشيه اللي هو ايه فرق بسرعة كده، لأ يعني تحسوا بفرق في خلال شهرين تلاتة كده. لو أنا باتعلّم كروشيه أنا مش هاقعد وقت طويل حرفيًا. فالكروشيه يعني مش حاجة صعبة إن إحنا نتعلمها، هي حاجة في المتوسط.
يعني عشان ما نقولش سهل ولا صعب، لأ هي حاجة في المتوسط. فيعني أكيد يعني في خلال شهرين 3 عملت حاجات بسيطة بالكروشيه، فحسيت إن في فرق، حسيت إن في تطور أحسن من الأول. فانتوا لو عايزين تعملوا كروشيه أكيد يعني في خلال شهرين 3 هتحسوا بفرق واضح. فاهمين قصدي؟ طب ايه الأدوات اللي احنا المفروض نستخدمها في الكروشيه؟ حاجتين بس: الخيط والإبرة. طبعا أنا بستخدم نوعين من الإبر. الإبرة دي بصراحة مش عارفة اسم ايه نوع الإبرة دي، بس ممكن أكتبها لكم هنا. ماشي. وعندي الإبرة دي، طبعا دي الإبرة يعني أكتر حاجة أنا بستخدمها الإبرة دي يعني. طب أنا الأحسن بصوا على حسب، في ناس بتحب الإبرة دي وفي ناس بتحب الإبرة دي. طبعا أنا من ضمن الناس اللي بتحب الإبرة دي، لأن أنا بصراحة أنا اعتمدت على الإبرة دي أكتر حاجة. إنما دي أنا استخدمتها تقريبا مرتين، بصراحة مش فاكرة. بس بصراحة الإبرة دي مش وحشة خالص، لأ دي حلوة بجد، مريحة جدا. وما بتعملي شغل هتحسي براحة كده، أو هتحسي إن انتي بتعملي شغل بسرعة. فأنا بحب الإبرة دي أكتر حاجة. طب أنا أستخدم بقى أني إبرة، أني رقم. بصوا أنا بستخدم 4 أو 4 ونص، يعني 4 أو 4 ونص، دي أكتر حاجة أنا بستخدمها. لأن بجد مش محتاجة إن أنا أستخدم 3 ونص، مش محتاجة إن أنا أستخدم 6. لأ هو 4 ونص يعني. معظم الناس بيستخدموا 4 ونص أو 4. طب هل أنا محتاجة أشتري علبة فيها إبر؟ لأ. يعني انتوا آخركم انتوا هتستخدموا إبرة، إبرتين، 3 بالكثير. فعشان كده أنا بنصحكم إن انتوا تستخدموا إبرة 4 أو 4 ونص كده. طيب في ناس هتسأل هل أنا أستخدم الإبرة دي ولا دي؟ بصوا انتوا ممكن تشتروا الاتنين وتستخدموا الاتنين بنفسكم. شوفوا بقى انتوا مرتاحين لإيه أكتر، الإبرة دي ولا الإبرة دي. أنا عن نفسي أنا الإبرة دي أنا مرتاحة بيها. أنا مش هقولكوا انتوا لازم تجيبوا ده أو لازم تجيبوا ده، يعني شوفوا انتوا الاتنين وشوفوا انتوا مرتاحين ايه أكتر، ده ولا ده، يعني على حسب. طبعا أنا عندي الخيط، نوع الخيط اكريليك. طبعا الخيط ليه انواع، في خيط قط، في خيط شوف، في خيط اكريليك، يعني في انواع. طب انا استخدم مع القطن امتى، استخدم الشوف امتى، اكريليك امتى؟ بص، القط طبيعي جدا نستعمله في الشيف. يعني احنا نستعمل خيط القط في الشيف اكتر حاجة، لان احنا مش هينفع نعمل بالخيط الشوف في الصيف، لانه بجد الدنيا حر قوي واحنا مش هنستحمل. فانا بنصحكم بخيط القطن في الصيف. طب الخيط الشوف في الشتا. الخيط الاكريليك يعني يا ده يا ده عادي، يعني الخيط الاكريليك ممكن تعملوا فيه في اي وقت، يعني في الصيف في الشتا بخريف. انا عن نفسي انا بحب خيط الاكريليك، دي احسن حاجة. لان انا ممكن اعمل بيها حاجات اللي انا عايزاها، يعني ممكن اعمل بيها حاجات كثيره. انما الخيط القطن ده انا بستعمله للشيف بس، والصوف للشتا. بس انا الصوف ممكن اعمل بيه حاجات بسيطه، مثلا ممكن اعمل بيه شنط، ممكن عادي يعني ينفع الصيف، فممكن اعمل بيه شنط، ممكن اعمل بيه دبدوب، يعني كده. طب انا لو ما عنديش افكار عشان اعمل بيه كروشيه اعمل ايه؟ بصوا، في تطبيق انا شفته على النت اسمه هايبليست. التطبيق ده فيه حاجات كتيرة قوي للكروشيه، فيه افكار كتيرة قوي للكروشيه. ممكن تختاروا اي فكرة ان انتوا عايزينها وتعملوا بقى بالكروشيه، او ممكن تبحثوا على اليوتيوب كروشيه، هتلاقوا فيديوهات كتيرة قوي بالهبل، يعني حرفيا في فيديوهات كتيرة قوي عن الكروشيه. فاختاروا اللي انتوا عايزينه واتعلموا عادي. طيب انا اتعلمت الكروشيه منين؟ من اليوتيوب حرفيا. كذا حد سألني انت اتعلمتي الكروشيه ازاي، انا اتعلمت من اليوتيوب حرفيا. اليوتيوب في حاجات كتيرة قوي ومجاني، فانا مش محتاجة اكتر من كده عادي. فيعني لو انا مثلا عايزة اعمل حاجة معينة فبكتب كده على اليوتيوب how to crochet كذا. لو انا مثلا عايزة اعمل شنطة how to crochet a bag كده. فانتوا لو عايزين حاجة معينة يعني how to crochet كذا، فاهمين؟ او لو انتوا مش عارفين ايه الحاجات اللي انتوا عايزينه، اكتبوا كروشيه how to crochet، هتلاقوا فيديوهات كده كتير.
طب تعالوا اقول لكم على قنوات انا يعني ايه استفدت منهم اوي يعني. بس هو انا كتبت قنوات المهمة جدا بالنسبة لي واقول لكم عليها. في قناة اسمها فيفي كروشيه، القناة دي في حاجات حلوة، اشكال حلوة، فانتم ممكن تتعلموا منها. وبعدين هي بتشرح برضو ببساطة وبالراحة، فانتم اللي هتعرفوا تتعلموا منها. في قناة أنا بعشقها جدا للجنجس، بجد أنا كنت متابعها من زمان، يعني في حاجات حلوة وحاجات بسيطة وكيوت، فأنا اتعلمت منها حاجات دي، فانتوا ممكن تتعلموا منها. في الكروشيه طبعا أنا اتعلمت منها ازاي أعمل طاقية، أعتقد مش فاكرة بصراحة، بس أعتقد كانت طاقية. بس هي عندها فيديوهات حلوة برضه، فانتوا ممكن تتعلموا منها لو انتوا مبتدئين يعني، فممكن تتعلموا منها. وآخر قناة اسمها موفا، يعني ادي هي دي القناة، فعندها فيديوهات حلوة، في حاجات حلوة قوي. انا طبعا انا اتعلمت منها ازاي اعمل وردة التوليب اللي انا وريتها لكم، شكلها بجد خطير، تحفة. فيعني انتوا ممكن تتعلموا منها الحاجات، وطبعا في قنوات كتيرة قوي وانتوا ممكن تشوفوها، مش شرط بس القنوات دي، لأ في كتير حرفيا. طبعا انا برضو انا عملت شوية فيديوهات عندي على القناة، فانتوا ممكن تروحوا تشوفوها وتتعلموا منها. انا برضو بعمل حاجات بالراحة وبشكل بسيط، عشان بس ايه تتعلموا بالراحة، فاهمين؟ فلو انتوا عايزين تتعلموا الكروشيه واحدة واحدة كمبتدئين، فانتوا ممكن تبحثوا على اليوتيوب، يعني بجد يعني هتلاقوا حاجات كتير اوي على اليوتيوب، مفيش حاجة ناقصة، حقيقي مفيش حاجة ناقصة، شوفوا على اليوتيوب، فانتوا اختاروا الفيديو اللي يعجبكم واتعلموا عادي. طيب انا استغرقت قد ايه عشان اتعلم الكروشيه؟ يعني في البداية انا قعدت 3 شهور اتعلم الكروشيه، يعني واحدة واحدة، وبقيت أعمل بقيت أعرف أعمل الكروشيه وكده. بس أنا حاليا أنا تقريبا بقالي 3 سنين وأكتر بعمل الكروشيه، فأتمنى أنا عملت حاجات كتيرة أوي في الكروشيه، فأنا ممكن أوريها لكم في الفيديو اللي جاي. بس كده، لو انتوا عايزين تعرفوا حاجات أكتر أو عايزين تسألوا عن حاجة، اكتبوا لي في الكومنت وأنا هرد عليكم. وبس كده، في رعاية الله، أشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.